السلام عليكم حبايبي متابعين مطبخ قمر السيد. النهاردة بقى معانا يوم من أيامنا، وصفة من وصفاتنا كالمعتاد. تقومي كده تفتح الشباك تلاقي عندك شتاء، والشتاء يستمر كده 14 ساعة متواصل. يبدأ كده من 6 كده الصبح ينتهي كده معاكي 9 بالليل كده ولا حاجة. والله يا ربنا معانا يا جماعة. كله خير. تعالوا كده بقى ايه، نشوف كده الجمال ده كده والدفى اللي احنا دفينا بيه حياتنا كده وبيتنا كده في يوم الشتاء. تعالوا كده بقى نشوف كده نتيجة الفرن برضو. إيه، جربنا كده برضو، دي تاني تجربة لنا في الفرن، وهو المحشي. محشي المشكل بقى، وعملته كده في برمة في الفرن. تعالوا كده بقى نسمي الله ونصلي على الرسول. عايزة اقول لكم كده يا جماعة، ما حدش يزعل مني ما ردتش على التعليقات. ان شاء الله هرد عليها على طول بإذن الله، ربنا يسهل لي. ان شاء الله هي بدأت تتحسن. معايا كده بقى حل على النار، حاطه فيها كده مقدار من الزيت، وحاطه كده فيها معلقتين كمان. عندي كده دهون بط، كنت خدتها برضو. آه، حطيتها برضو على المحشي. الدهون دي يا جماعة دهون صحية، مش مضرة، ودهون طبيعية متخافش منها. قلت كده البصل بتاعي خدته تشويحتين، وكده جيت كده بقى حطيت له الفلفل بتاعي، وحطيت كده تبهيرة بسيطة كده من البهارات، اللي هي فلفل كمون كزبرة. وجيت كده بقى، طبعا المحشي في الشتاء بيحتاج ايه ان احنا نسبك له شويه، يعني عادي، يعني بيبقى يعني مريح في الاكل. فحطيت كده بقى معلقتين صلصه خام، وحمصتهم كده عشان اللون، اكسب بس منهم لون. وبعد كده نزلت بصلصتي المفرزه، صلصه اللي نفعتنا في الايام اللي فيها الطماطم غاليه. ان شاء الله ربنا يسهل وترخص الطماطم شويه عن كده، ونبدا نفرز تاني. سبتها كده لما استبكت شويه كده وخدت لون كويس، ونزلت عليها كده بحبه كده متقطعين خشن. او متاخدين في الكبه كده لفتين فريش. دول برضو كده بيخلوا لك بقى الصلصات دي كلها اكنها كلها فريش. ونزلت كده بمعلقه هريسه شطه، ونزلت بقى بالكزبره، وبقيه الكزبره والكمون والفلفل الاسود. ونزلت كده بثلاث مكعبات مرقه، ومعلقه سكر، ومعلقه ملح، الملح المناسب اللي هحطه، لكن معلقه السكر معروفه عشان الحموضه. وجيت بقى كده حل على النار كده، حطيت كده فيها معلقه سمنه بلدي، وخدت كده فرختنا البلدي الحلوه ديت، خدتها كده تشويح. التشويح بتاعها يا جماعه هو يا دوبك بس كده بتقفلي المسام، ما تديهاش لون عشان تطلع معاكي الشكل حلو في الاخر. ومسكتها كده قلبتها كده يا دوبك بس كده كل الظهر فيها ياخد بس يعني لقطة. هي عشان بلدي هي تطلع شربتها جميلة، واحنا عايزين نعلي التست اكتر. فلازم كده، فهي الفرخة البلدي بتبقى قليلة الدهون شوية عن الفراخ التانية، فلازم تعلي لها التست بتاعها شوية ب... بمعلقة سمنة بلدي، او معلقه زبده، او المتاح تحت ايديكي. او يا جماعه اللي مش حابب ما ياخدها كده على طول، زي ما بنعملها كالعاده، بنغلي الميه وبنسقط فيها، ونعمل البوكيه جرنيه، وبعدين نسقط فيه الفراخ. كله بيقضي الغرض. ونزلت كده عليها بقى بالمكونات بتاعتي بعد ما اتشوحت. نزلت بالماء المغليه الاول، وبعدين نزلت بالطماطم والفلفل والجزر والبصل. ونزلت بعد كده شلت الريم. انا لقيتها كده ريمت، مع انها ما بقاش الا 3 ايام بس في الفريزر. فبعد كده شلت الريم الاول، وبعدين نزلت بالحبهان والقرنفل والملح، وحطيت كمان معلقه سكر. على السكر دي بتعلي التست وبتخليها جميل. جيت بقى كده غطيت بقى وسبتها تستوي مع نفسها. وجيت كده خدت الرز بتاعي بقى، بخرته كده بالبصل والكزبره الناشفه، وحطيت له كده معلقتين زيت، غلفته كده عشان يطلع معايا مفلفل وجميل. وبعد كده وبعد ما غلفته بالزيت وقلبت المكونات في بعضها، نزلت بالخضار. الخضار بتاعي كنت عيناه في الفريزر. اما بتاني الخضار في الفريزر 3 4 ايام كده ولا اسبوع، مش بيجرى له حاجه، بيطلع زي ما هو بطعمه وريحته وكل حاجه. لان تخزين الخضار في الفريزر طريقته غير كده خالص. انا بس الطريقه اللي انا عندي بيها ديت عشان خاطر كنت بقالي كام يوم بس، هستعمله بعد كام يوم، عارفه ان انا هستعمله. وجيت كده جبت بقى معلقتين خضار مع معلقة هريسة، ودقيتهم في بعض وحطيتهم كده
في قلب الصلصة، وخدت بهم النكهة، نكهت بيهم، وبعدين نزلت بهم كده على التسبيكة بتاعتي كده، على المكونات بتاعتي، على خلطتي انا، الخلطة يعني بتاعتي، وقلبتهم كده ببعضهم كده بقى. وهنا بقى كده الروايح كلها بقى بتطلع حاجة كده جميلة جميلة جميلة. خطوات هي بتاخد، هي خطوات بسيطة، بس بتديكي في الآخر ايه، نفس حلو قوي. جيت كده جبت البريمة بتاعت الفخار دي، حلل الفخار بتاعتي، حلل البغطا. إيه، جبت كده تقوير الكوسة. إيه، ما بيكون في كوسة ما بحطش لا بصل ولا طماطم من تحت، بيوفر عليا البصل على الأقل. طبعا البصل الأيام ده غالي، ويعني مش هنهدر فيه كمان يعني ايه، في في الأيام دي يعني. فما صدقت بقى في تقوير كوسة، قلت أوفر يعني. مسكتها عبيتها بقى. طبعا هي والبتنجان. طبعا المرة دي أنا جايبة بتنجان أسمر، هو كان المتاح قدامي في السوق. وجيت كده على الكوسة بعد ما قورتها، مسكتها يا جماعة. لازم الكوسة لما تكون عاملة كوسة في الفرن، لازم تمسكيها تغلفيها كده بالزيت كده، علشان خاطر تطلع معاكي بلونها حلو، وتحافظ لك على اللون. لو ما غلفتهاش كده بعد التقوير باللون ده بالزيت، هتطلع معاكي غامقة ومش حلوة. الناس اللي بتشتكي ان الكوسة بتطلعش معاها لونها حلو، هي مشكلتها ان انت بتعمليها كده، على طول كده من غير ما تغلفيها. حتى لو هتعمليها في الحله برضو غلفيها، هتحافظ لك على لونها وتطلع لك لونها اخضر وجميل. وانا كنت عملت بقى مني شويه رز، عملت لفيت بهم شويه ورق عنب. البريمه دي كده مش ليا، بتاعتي كلها، في منها برام مش بتاعي خالص، لحد طالع لحد يعني معمول لحد تاني. إيه، مسكت كده عملت التشريبه بتاعتي كده بمعلقتين صلصه، ودخلت بقى البريمه كده على الفرن. جيت اغطيهم بالغطا بتاعهم، إيه، ما قفلش من فوق يعني اللي عالي على الفرن، لان الحله العاليه، الحله الكبيره، الحلل دي واخده معايا كميات كبيره قوي. مسكتهم كده غلفتهم بورق الفويل، ودخلتهم على الفرن، وولعت الشروقه من تحت بس، ما ولعتش الشوارق اللي في الجنب خالص. هي دنيتها معايا كده للاخر كده، طلعت لي باللون الجميل ده. امتى بقى ولعت الشروقه اللي فوق؟ لما جيت احمر كده الفرخه، الفراخ بتاعتي، ولما خدتها كده دهنة، خدتها فرشة كده بالزيت الأول، فرشة دهنة، وحطيت عليها كده، وخدتها برضو فرشة بالتسبيكة بتاعت المحشي، بالتسبيكة بتاعت المحشي. طلعت لي كده باللون الجميل ده، قلت اوريها لكم علشان اللي حابب يكسب اللون دهوت يعملها كده بالشكل ده، اكنها مشوية واجمل من مشوية، وتحطها في الفرن. ويا سلام بقى لو رشيت عليها رشة فلفل اسود كده بملح من بره قبل ما تحطها في الفرن، تديكي نتيجة رهيبة. والله العظيم يا جماعة، اللي اما تشوت في الفرن القشرة بتاعتها رقت قوي، بقت كريسبي قوي من فوق من فوق. والله العظيم عيالي كلوها، ما عيالي ما بياكلوش دهون خالص، ولا ياكلوا جلود ولا الكلام ده. بس هي بقى من طعمتها اتاكلت، واكنها كانت مشوية، وكانت طرية من جوه طراوة غير طبيعية، لان انا قعدتها في الفرن حوالي يجي تلت ساعة. اخدت طعم بقى ونفس غير طبيعي. والله انا يعني بصراحة عايزة ابقى انزل كده بقى لوحدها كده، واعملها قدامكم تاني عملي. هنا بقى انا فضيت المحشي اللي استوى من اوله لاخره، إيه، في الفرن. بصوا، بيديني نتيجة رهيبة. دي كوسة بالبتنجان كانت في البرام، من غير ما احط الكوسة لوحدها. وده الطاجن اللي طالع اللي بره، ده كان يخصه ان هو كنت عاملة فيه بتنجان وورق عنب وفلفل، والكوسة كنت واخداها في صينية لوحدها. ففضيته بقى بالشكل ده، وبصراحة ربنا جبر بخاطري، والحاجة طلعت 10 على 10 ممتازة، مع اني مسوية في الضلمة لان كان النور قاطع عليا انا بسوي. فكنت في حاجة خطوات كنت نفسي اوريها لكم، بس للأسف كان الكهرباء قطعة. إيه، بصوا بقى يا جماعة، شوفوا الصينية دي الصينية دي طالعة إيه، يعني زي اوردر كده يعني. وحطيت حواليها كده الكوسة المشوية اللي هي في الصينية. وبص بقى كده، شوف التسوية طالعة ممتازة 10 على 10. بصراحة ربنا اللي ما عندوش فرن زي ده ندمان، بجد بجد يعني، فرن جميل ومنقذ. انا عارفة ان اكتر الناس عندها في الفلاحين الافران دي، وغير الفلاحين كمان. بس في ناس طبعا كتيرة برضو ما عندهاش، بس هو تسويته 10 على 10. والله يعني بصراحة هو ما يفرقش حاجة عن الفرن الحطب، غير حاجات بسيطة خالص. بصوا يا جماعة، مطلع لي الأكل 10 على 10، 10 على 10. أنا طول عمري عندي الفرن ده، بس أنا في النقل
اضطريت ابيعه، لانه ما كانش له لازمه معايا، والله مش يعتبر بعته، يعتبر شحته. وانا بقول لكم يا رب اكون افدتكم، اشوفكم في وصفه جديده.